عاملين ايه يا حبايبتي تنولة؟ وحشتوني. النهاردة هنحكي حكاية جديدة وجميلة عن أختين أمارات. حكايتنا اسمها سر الوردة الزرقاء. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في بيت صغير ودافي في حتة هادية كان عايشين أختين مفيش زيهم. نور اللي عندها 7 سنين وهي منورة زي اسمها، ومريم الكبيرة اللي عندها 10 سنين. مريم هادية وبتفكر كويس. نور كانت بنت شقية وبتحب تلعب، دايما بتجري وبتتنطط وبتنسى حاجات كتير. ومريم كانت دايما وراها بتلم اللعب اللي سابتها وبتفكرها بمواعيد أكلها وواجباتها. في يوم نور كانت بتلعب في جنينة البيت وشافت وردة لونها أزرق غريب وجميل، عمرها ما شافتها قبل كده. فرحت بيها جدا وقطفتها بسرعة علشان توريها لأختها مريم. وهي راجعة اتكعبلت ووقعت والوردة اتقطعت حتتين. نور عيطت جامد، حست انها ضيعت كنز. جريت مريم عليها بسرعة، حضنتها وطبطبت عليها وقالت لها يا نور عيني مالك بس. نور ورتها الوردة المقطوعة وهي بتعيط، كانت أحلى وردة في الدنيا. وأنا بوظتها يا مريم، أنا دايما كده. مريم فكرت شوية وبعدين ابتسمت وقالت طيب تعالي نفكر سوا. الوردة دي كانت وردة سحرية. بتعلمنا ايه؟ بتعلمنا ان الحاجات الحلوة ممكن تتكسر، بس احنا ممكن نصلحها تاني لو اشتغلنا مع بعض. قعدت مريم تجيب خيط رفيع قوي ولزق شفاف وقالت لنور بص يا حبيبتي، ايدك الصغيرة تمسك الحتتين بالراحة قوي جنب بعض، وانا احاول بالخيط واللزق اربطهم واخليهم يرجعوا زي الاول. ايه رأيك؟ نور اتشجعت وقعدت مركزة ماسكة الوردة بحرص شديد، ومريم بكل هدوء وتركيز كانت بتشتغل بالإبرة والخيط. بعد تعب شوية الوردة رجعت تاني تقريبا زي ما كانت، مش باينة عليها الكسرة قوي. نور عينيها لمعت بفرحة. انتي ساحرة يا مريم، انتي دايما بتنقذيني. مريم ضحكت وحضنت أختها. احنا الاتنين ساحرين يا نور، انتي عندك الحماس والوردة الحلوة وانا عندي الصبر والفكرة. لما نبقى مع بعض بنعرف نعمل اي حاجة صعبة. من ساعتها نور ومريم علقوا الوردة الزرقاء اللي اتصلحت دي فوق مكتبهم علشان تفكرهم ان الاخوات سند لبعض، وإن مهما حصلت مشكلة أو حاجة باظت ممكن جدا تتصلح بالحب والتعاون، وإن القوة مش بس إن الواحد يعمل الحاجة لوحده، لكن إنهم يعملوها سوا.